السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده نعمل أكلة من أكلات السعادة بتاعتنا الجميلة، أكلات الخير والبركة. زي ما انتم شايفين كده أنا محضرة حبة ملوخية ناشفين، هاعملهم بقى بطريقتي. انتِ شوفي أي طريقة انتِ بتحبي تعملي بيها الملوخية الناشفة واعمليها، بس أنا هاوريكِ الطريقة بتاعتي اللي عجبتني واعتمدتها. باجيب حبة ملوخية ناشفين وباقطّع عليهم كده كام فص توم، بانزل عليهم بحبة مَيّة، وباقلّبهم بالمعلقة، وباركنها حوالي ساعة كده في التلاجة، أو يعني لحد أمّا تحسّي إن هي نزّلت المادة اللي بتخلّيها ليها عرق كده. ركنتها بقى في التلاجة ساعة، وأدي كده كانت عدِّت الساعة. بُصّي ده بقى شكلها لمّا باخرّجها من التلاجة، بتحسّي إن هي بقت فيها عرق، بتحسّيها بقت قلبت خضرا. جهّزت معايا الصينية وكام رغيف عيش. العيش ده كان بايت عندي، يعني ما حدش هياكله، فقُلت بقى أعمله لهم كده بطريقة مختلفة شوية. قطّعتهم 4/4 ورصّصتهم في الصينية بتاعتي، وحطيت عليهم كام قرن فلفل كده بالمرّة يتشووا، يعني بدل ما نقلي الفلفل في الزيت والكلام ده. الفلفل المشوي في الفرن بيبقى طعمه حلو أوي، وبتخلّليه عادي أكنِّك قالياه بالضبط، بالتوم والخل والليمون، أكنِّك قالياه، أكنه فلفل مخلِّل عادي. وهنا بادهن بس كام نقطة زيت كده على الوش بالفرشة، وهادخّل بقى الصينية كده بحالها الفرن. عايزة أقول لِك الحركة دي أولًا بتدّي تطعيمة حلوة أوي للعيش، ثانيًا الفلفل والعيش بيستووا كده في نفس الوقت من غير مجهود، بيوفّر عليكِ وقتِك يعني. هنا بقى كنت مجهّزة معايا طماطميتين، باقطّعهم كده مكعبات صغيّرة، وكام فص توم برضه باقطّعهم مكعبات صغيّرة، بحيث إن أنا أجهّز معايا خلطة كده سريعة. باقطّع التوم على الطماطم، في ناس بتعمل طشة التوم الأول وبعدين تنزل عليها بالطماطم، أنا باقطّع كلّه على بعضه وبانزل بالطبق ده كلّه كده بحاله على الزيت. حطيت الأول حبّة كزبرة وحبّة ملح، وبعد كده هانزل عليهم ده حبّة زيت كده معايا في الحلة، هانزل بقى الخلطبيطة اللي أنا عملتها دي، توم وطماطم. وعايزة أقول لِك إن الحركة دي أصلًا ما بتحرقش التوم معايا، لإن الملوخية الناشفة لو التوم اتحمّص فيها سِنّة بس زيادة هتلاقيها مرّرت، الملوخية الناشفة بتمرّر بسرعة. فحتّة إن أنا أقطّع التوم على الطماطم بتضمن لي إن التوم ما يتحمّرش بالطريقة اللي تخلّي الملوخية تمرّر، وفي نفس الوقت بيطلّع ريحة الطشة الحلوة اللي إحنا كلّنا بنحبها. باسيبها بقى تدبل خالص كده، بحيث إن الطماطم تبقى عبارة عن يعني ماسكة على القشرة بس، تبقى دبلت يعني. وبعد كده أكون مجهزة معايا شوربة أو مرقة دجاج أو أي حاجة أنتِ حابة تحطيها. أهي ده كان كيس شوربة كده شايلاه في الفريزر، فحطيته على الخلطة الحلوة ديّة بحيث إن هو يسيح، وسِبته بقى كده مع نفسه لحد أمّا يسيح خالص، وعلشان إن شاء الله نشوف هنعمل إيه مع بعض تاني. كل شوية باعرّي عليه كده علشان أسيّحه وارجع أغطّي تاني. هنا بقى كانت العيش بقى اتحمّص، والفلفل بتاعنا برضه الجميل اتحمّص، وكانت الشوربة كمان غليت، فنزلت على طول بالملوخية. بُصّوا بقت عاملة زي الملوخية الخضرا بالضبط. الطريقة دي جميلة جدًا وحلوة، وبتدّي طعم، بتجمع لِك كده بين الملوخية الناشفة والخضرا. يعني الناس اللي بيحبوا طعم الملوخية الناشفة، والناس اللي بيحبوا قوام الملوخية الخضرا، هيلاقوها بقى في الأكلة اللذيذة الجميلة بتاعتنا دي، من غير بقى ولا لحوم ولا أي حاجة خالص. هنا بقى حمّصت العيش وخلّلت الفلفل بحبّة توم وخل وليمون وملح، وجِبت كده حبّة مخلل بيتي جميل. بُصّوا بقى القطمة كده بالعيش المتحمّص دي بالملوخية، يا سلام على الجمال! لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تدعي لزوجي بالشفاء العاجل، وتدعي لأولادي دعوة حلوة، ويا رب كده أكون دايمًا بافيدكم. لو عجبتِك قناتي اشتركي فيها وادعميها، وما تنسيش اللايك اللايك والاشتراك والسبسكرايب بقى والحاجات الحلوة الجامدة اللي كلنا عارفينها دي. والسلام عليكم.